في أماكن حوالين النيل بتحصل فيها حاجات محدش يقدر يفسرها، بس أكتر حاجة بتخوفهم هي الست اللي بتظهر عند النيل وقت الفجر، اللي بيشوفها بيقول بعدها إن حياته ما بقتش زي الأول. القصة بدأت من قرية صغيرة في الصعيد، الناس هناك بيصحوا بدري عشان الصيد أو الزراعة، لكن في يوم غريب واحد اسمه رمضان كان ماشي على النيل قبل الفجر بشوية، شاف من بعيد ست لابسة أبيض واقفة على المية، شعرها سايب ووشها مايل ناحية النهر كأنها بتكلم حد في الموج. هو افتكرها واحدة جاية تملى مية أو بتغسل حاجة، لكن لما ناداها ما ردتش عليه. قرب أكتر لحد ما لمس المية برجله، ولما بص تاني ما كانتش موجودة، ولا سمع صوت ولا شاف أثرها، كأنها ما كانتش هنا من الأساس. رمضان رجع البيت مرعوب، بس كل ليلة بعدها كان بيحلم بنفس المنظر، الست واقفة على المية وبتقول له رجعني بيتي. الغريب إن بعد أسبوع أهل القرية لقوا مركب صغيرة غرقانة قريب من نفس المكان، وجواها بقايا فستان أبيض قديم. واحدة من الستات الكبار في البلد قالت إن الفستان ده شبه فستان بنت كانت غرقت في النيل من 30 سنة اسمها جميلة، ومحدش لقى جثتها، ومن ساعتها كل اللي بيشوفوها على النيل بيتعرض لمصيبة بعدها بأيام. وفي راجل تاني صياد حاول يصورها عشان يثبت إنها مش خرافة، فعلا الكاميرا سجلت ظلها ست على سطح المية، بس لما راجع الفيديو سمع صوت بيقول له هو انت فاكرني نسيت؟ وبعدها بأيام المركب بتاعته اتقلبت فجأة في نص النيل، والجسم بتاعه ما طلعش غير بعد أسبوع، وعلى وشه كان فيه علامة مية كأن حد حط ايده عليه. الناس في القرية لحد النهاردة بيقولوا لو مشيت على النيل وقت الفجر ما تحاولش تبص على المية كتير، لأنك ممكن تشوف انعكاس مش بتاعك، ويمكن تكون هي جميلة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس واستنى الفيديوهات اللي جاية.